السلام عليكم شباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ ناس كتير جدا او شباب، كان حتى شباب الصغير الجديد اللي هو لسه متابعني، انت بتنهج ليه يا كوتش؟ فالحمد لله رحت كشفت والدكتور قال لي التمرين المفروض ما بيزغزغش، يعني المفروض مش هضحك لما اتمرن، فطبيعي جدا جدا ان انا بنهج. فالفكره كلها سواء بعمل كارديو او بعمل حديد، الفيديوهات اللي بعملها وانا بتمرن حاليا، يعني وانا بتمرن، انا مش مدرب في الجيم حاليا الحمد لله، يعني مش ده شغلي الاساسي، كان الاول شغلي الاساسي دلوقتي مش شغلي الاساسي، فمش بتمرن في الجيم، انا بس باجي الجيم بتمرن. فلما بعمل فيديوهات بيبقى الفيديو وانا فعلا بتمرن في نص التمرينه بتاعتي، سواء بعد الدور قبل الدور او وانا بعمل كارديو. فلو انت بتتمرن طول التمرين بتاعك سواء الكارديو او الحديد ما بتنهكش، يبقى انت جاي بتهزر، يبقى روح اقعد مع اصحابك على القهوه واصرف فلوسك في حاجه مفيده، اصرف فلوسك في شاي، في قهوه، مش عارف ايه، ان انت كده بتضيعها في اشتراك الجيم. فالجيم مش بيضحك، الجيم المفروض ما بيزغزغش. عادي جدا انا بنهج وانا بعمل فيديوهات. لو انت متضايق من صوتي او من ان انا بنهج وانا بعمل فيديوهات، انا اسف جدا، بس انا ما عنديش الامكانيه، ومش انا الشخص اللي ممكن اصور فيديو بس عشان الفيديو الكلام ده. وانا كنت مدرب ممكن كنت اعمل كده، بس انا حاليا انا بتمرن، فبصور وانا بتمرن، بحاول اشجع نفسي واشجعكم. الموضوع فيه انانيه شويه، بس هو الفكره فعلا انا رجعت السوشيال ميديا عشان اشجع نفسي واشجعكم، فبصور التمارين وانا بتمرن، مش بصورها بس عشان انزلها على السوشيال ميديا. مفيش تمرين، مفيش فيديو بنزله انا شخصيا ما بتمرنهوش في العادي بتاعي، يعني ما بنزلش فيديوهات بس عشان الشو وعشان اللايك وحاجه كده بس. فالحمد لله انا كويس جدا، اللي بينهج ده عادي جدا، الناس اللي انت بتتفرج عليهم معظمهم ما بينهجوش، ده بس بيعمل التمرين بس الفيديو. فيا رب يكون الموضوع وصل لكم، اشوفكم على خير ان شاء الله، يلا سلام عليكم.